الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فالشخص السيء يظن بالناس السوء ويبحث عن عيوبهم ويراه من حيث ما تخرج به نفسه. أما المؤمن الصالح فإنه ينظر بعين صالحة ونفس طيبة للناس، يبحث لهم عن الأعذار ويظن بهم الخير، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وعليه فلا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالآخرين بمجرد اتهامه أو تحليل موقف واحد، فإن هذا عين الكذب. إياك والظن بالآخرين، إياك والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وينقسم سوء الظن إلى قسمين: سوء الظن بالله عز وجل، وهو أبلغ في الذنب من اليأس والقنوط. سوء الظن بالمسلمين هو من كبائر الذنوب. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: متى خطر لك خاطرة سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يريد الشيطان ويدفعه عنه. وإذا تحققت حفوى من مسلم فانصحه في السر، واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، وهذا يوصل إلى هتك ستر المسلم. الأسباب المعينة على حسن الظن: الدعاء، إنزال النفس منزلة الخير، حمل الكلام على حسن المحمل. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شر وأنت تجد لها في الخير محملا. التمس العذاب للآخرين يا أخي، تجنب الحكم على النيات، وهذه مهمة جدا، لأن النيات محلها القلب ولا يعلمها إلا الله عز وجل. استحضر آفات سوء الظن وعدم تزكية النفس وسوء الظن بالآخرين، وإن المسلم يكره سوء الظن بالآخرين. وقال الله جل وعلا: إن بعض الظن إثم. الظن السوء كرفيق السوء، وقد نهى الرب جل وعلا عباده المؤمنين من إساءة الظن بالآخرين. وحسن الظن راحة للفؤاد وطمأنينة للقلب وللنفس. وهكذا كان دأب السلف الصالح. كان سعيد بن جبير يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. رزقنا الله قلوبا